السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض القراقيش بالعجوة، حاجة كده خفيفة وحلوة في الشتا تدفينا. انا عندي هنا المقادير، انا حاطة في البولة بتاعتي كيلو دقيق. المقادير اللي انا هقولها لكم دي كلها لكيلو دقيق. عايزين تضاعفوا بقى كمية الدقيق هنضاعف المقادير دي. انا حطيت هنا على كيلو دقيق 3 معالق كبار سكر، ومعلقة كبيرة خميرة، وعندي معلقة صغيرة بيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة ملح. الملح ده لازم عشان نعدل الطعم. انا بقى هقلب كل المواد الجافة دي كويس عشان ما يبقاش الخميرة موجودة عندي في جزء والجزء التاني لأ، والملح كده، يعني المهم نقلب المقادير الجافة كلها كويس. عندي بقى هنا المواد الدهنية، عندي كوباية سمنة تكون متسيحة، يعني ما نستخدمش السمنة وهي متجمدة عشان المقادير مش هتظبط. هنسيح السمنة، ناخد منها كوباية مع نص كوباية زيت. لازم سمنة مع زيت، السمنة هتخليلي القراقيش من جوه كده تبقى طرية وناعمة، ومن بره تبقى مقرمشة. ما هي اسمها قراقيش فلازم تبقى مقرمشة، مش مقرمشة ناشفة، بس بتبقى فيه يعني كريسبي من بره كده شوية. فانا بقى ايه، هفضل اقلب الدقيق مع المواد الدهنية. اسمها هبسها، اسهلها لكم. هنبس بقى الدقيق مع السمنة والزيت كويس قوي لحد ما الدقيق كله يتشرب معايا المادة الدهنية. عايزة في الاخر بقى بعد ما اخلص الاقي الدقيق بقى عندي بقى شبه الرملة المبلولة كده، ساعتها اعرف ان كل ذرة دقيق اتشربت معايا من المواد الدهنية دي، قبل بقى ما احط مية او لبن او اي حاجة. الخطوة دي يا جماعة مهمة، لازم نديها حقها. افضل اقلب فيها كويس اوي لحد ما الاقيها خلاص كده اتشربت معايا. اهو شايفين بقى المنظر اكنها رملة مبلولة. لو مسكت شوية دقيق كده وطبقت ايدي عليهم هلاقيهم عملوا كتلة كده، بقى ده القوام المظبوط. هبتدي انزل عليها بقى بكوباية مية دافية، هي هتاخد اكتر من كوباية على حسب بقى الدقيق بتاعك. انا معايا خدت اكتر من كوباية، بس انا بنزل واحدة واحدة عشان المية ما تزيدش معايا. المية تكون دافية عشان خاطر الخميرة تنشط معايا، خصوصا ان احنا كمان في الشتا والتخمير هياخد وقت شوية. فانا بساعد العجينة انها تخمر اسرع. هفضل برضو اعجن فيها كده كويس، ولو عوزت مية تاني ازود لها بقى مثلا ربع كوباية بربع كوباية. ما زودش مرة واحدة عشان ما اقعدش بقى ازود في دقيق تاني وابوظ المقادير. اهو انا زودت هنا، جبت كوباية مية دافية تاني وفضلت ازود فيها حبة بحبة لحد ما لقيت خلاص القوام معايا بقى مظبوط. كل ما بلاقيها محتاجة مية بزود لها مية دافية. ما نخليش المية سخنة عشان خاطر الخميرة ما تموتش معايا. انا بقى خلصتها وحطيتها تخمر، هي اخدت معايا حوالي ساعة في الجو الساقع ده. دفيت الفرن وحطيتها فيها، بصوا بقى خمرانة ما شاء الله معايا وبقت جميلة ازاي. انا بنزلها اهو عشان ايه تشوفوا يعني خمرت ازاي، اتضاعف حجمها. انا بقى هاخد منها جزء اشتغل فيه، بس طبعا لازم نغطي العجينة عشان القشر ما تعملش معايا قشرة وتنشف. فانا اخدت قطعة وارجع اغطيها تاني واركنها لحد ما اعوز تاني واخد منها. انا لا هحط دقيق في الارضية على يعني الرخامة، ولا احط زيت ولا اي حاجة. انا هفردها وهي مش هتلزق معايا لان هي مخدومة كويس مواد دهنية ومتظبطة معايا. انا بفردها بايدي، انا هفردها لكم مرة بايدي ومرة بالنشابة، وكل واحد بقى يختار الطريقة اللي تريحه. النشابة طبعا اسرع، بس انا بوريكم الطريقتين عشان خاطر ايه يعني كل واحد يعرف انها بتتعمل باي طريقة، يعني مش لازم يكون عندك امكانيات كتير عشان خاطر تعرفي تعمليها. باقل الامكانيات تقدري تعمليها بايدك اهي وبتفرديها عادي. انا عايزة هنا سمكها يبقى رقيق معايا لانها لسه هتتلف عشان ما تبقاش في الاخر سميكة.
نحاول بقى نطلعها مربعة على قد ما نقدر، ما طلعتش مربعة نشيل بقى الزيادات، اي زيادة معايا على الحروف بشيلها عشان يطلع الشكل متناسق. هنا بقى عندي عجوة انا هرستها كويس وحطيت عليها معلقة سمسم ومعلقة قرفة، ده اختياري، عايزينها عجوة سادة براحتكم. هفردها بقى هنا يعني هخليها بقى مفرودة كلها على العجينة، وكمية برضو براحتكم يعني تقديرية ليكم، اللي بيحب العجوة زيادة بيحبها أقل وزي ما تحبوا. هفردها عليها كويس واضغط كده عشان خاطر العجوة تبقى متماسكة مع العجينة، ما تسيبش العجينة في السوا وتقع. انا هحاول بقى ان انا افردها على العجينة كلها، اخلي العجينة كلها عندي عليها عجوة، متبقاش حتة مليانة وحتة فاضية. وانا حطيت كده على قد ما قدرت اهو العجوة على العجين. باحاول بقى إيه إن أنا أضبّطها كده مع بعضها عشان يبقوا متماسكين، عشان إحنا لسه لافينها رول. الأطراف دي طبعًا هاساويها عشان يطلع الشكل معايا مضبوط وهنستخدمها يعني مش هنرميها. لو حتّة زي ما أنتم شايفين كده العجوة باينة منها هاجيب لها حتّة عجين وأحطها عليها، عشان العجوة ما تلزقش معايا في الصينية. أبتدي بقى أقطّعها السمك بقى اللي أنتِ عايزاه، عايزاها عريضة عايزاها رفيّعة زي ما تحبّي. أنا هاورّيكم برضه شكل تاني ليها. نحاول نستخدم سكينة مشرشرة واحنا بنقطع عشان العجينة ما تتهريش معايا، السكينة المشرشرة بتساعد في التقطيع. بصوا بقى المنظر من جوه، بصوا ما شاء الله جميلة ازاي، ولسه بقى لما تستوي. دي قطعة عجينة تانية انا هفردها اهو بالنشابة، النشابة طبعا اسرع، وسويتها وظبطتها برضو كده مستطيل. هنا بقى هنعملها صوابع، فانا هجيب العجوة اعملها صوابع واحطها، مش هافردها بقى زي الشكل اللي فات على العجينة كلها، لأ هاعملها صوابع. لفيتها لفة ورحت قاطعة، مش هنلفها للآخر. ابتدي اقطع بقى المقاس اللي انا عايزاه، اشيل الحروف برضو وابتدي اقطع. قطعي بقى طويل قصير زي ما انت عايزة. عايزة بقى تحشي ملبن، تحشي عجوة، تحشي اي حاجة اللي انت عايزة تحشيه احشي، عايزة تخليها سادة زي ما انت عايزة. هنا بقى عندي شوية لبن وسمسم، انا بحطها هنا في اللبن وبعدين احطها في السمسم عشان يلزق فيها، ممكن تحطه في السمسم على طول مفيش مشكلة، بس انا زيادة تأكيد عشان اللبن يخليها تمسك اكتر، بنزلها في اللبن واروح منزلها في السمسم. تحفة يا جماعة، جربوها ان شاء الله تعجبكم جدا. بص انا خلصت الصاج اهو، دخلته الفرن بقى، هدخله على درجة حرارة 180 لمدة تلت ساعة. اول ما الارضية بتاعته تاخد لون كده هطلعه وافتح عليه الشواية لو محتاج برضو لون من بره. بصوا بقى من جوه يا جماعة تحفة تحفة تحفة. بصوا بقى مورق ازاي من جوه كده طري ومورق ومن بره مقرمش. بصوا بقى جميلة، تحفة جدا.
جربوها وإن شاء الله هتعجبكم. لو عجبكم الفيديو يا حبايبي لايك وشير وسبسكرايب للقناة. باي باي.